فيرست ترانزيشن سيريز المفروض ان هم 10 عناصر من اول السكنديوم لحد الزنك. مفترض ان احنا ابتدينا في اليوزز بتاعتهم الحصه اللي فاتت. ربنا قدرنا وشرحنا السكنديوم والتيتانيوم والفاناديوم والكروميك. النهارده باذن الله هنخلص بقيتهم لحد الزنك. تلاحظ ان الكلام اغلبه كلام دش نظري كده، فمعلش ما تزهقش مني لان في النص هتلاقي كلام مهم. وبعده هناخد حته بسيطه ان شاء الله اللي هو الالكترونيك كونفيجريشن والحالات بتاعه الالكترونيك كونفيجريشن. هنبتدي عندنا مستر المفروض بعنصر المنجنيز، والمنجنيز 25. تعالوا نوزع مع بعض يلا يا شباب. عباره عن ارجون 18 4s2 3d5. فلو حضرتك فاكر عنصر المنجنيز دوت ال 3 دي كان هاف فيلد بالالكترون. صراحه مستر عنصر المنجنيز من العناصر اللي ما بتستخدمش لوحده، احنا قلنا الكلمتين دول المره اللي فاتت، لانه بريتل، عنصر هش وضعيف جدا، ولذلك لا يستخدم لوحده. طب يا مستر امال هيستخدم ازاي؟ قال لي دايما هيستخدم في صوره اللويز او كومباوند. يعني ايه؟ يعني في صوره مركبات او سبايك اللي هو الالوي، انما لوحده للاسف لا، لان هو ايه؟ بريتل. تعال نشوف رصه المركبات والالوي بقى. هو عنصر عليه معلومات كتير فعايزك مركز معايا دايما. يلا. اول حاجه مثلا يا مستر المفروض ان انا عندي في الوي عباره عن حديد ومنجنيز، بنسميها الفيرومنجنيز. وعايزك تاخد بالك ان كلمه فيرو دي اختصار للحديد دايما. يعني انت عارف انت لما تشوف اي حاجه في حياتك تلاقي اولها فيرو اعرف ان فيها حديد. حتى الادويه، في ادويه تلاقي كلمه فيرو دي، فيرو دي يبقى على طول ايه؟ يبقى فيها عنصر الحديد. طيب فالفيرومنجنيز ده عباره عن الوي. انا كنت قايل لك ان الحديد لوحده ايه؟ سوفت ماريابل دكتايل. المنجنيز لوحده زي النيله بريتل. عارف الاثنين دول لما بيتخلطوا على بعض بيكون لي الوي اقوى من الصلب، اقوى من الستيل. بتستخدم عندنا يا مستر في الريلوي تراكس، شريط السكه الحديد. ليه؟ لان هي هاردر زان الستيل. خلي بالك احنا قلنا هنا ان في معدن زي الستيل في الصلابه ولكن اقل منه في الكثافه. ده الحصه اللي فاتت. مين؟ تيتانيوم اللي انت كنت بتستخدمه في الدنتال امبلانت. كان هو ايه؟ قوي جدا زي الستيل بالظبط في القوه ولكن خفيف. انما انت الالوي دي ايه؟ اقوى من الحديد الصلب. تخيل. ده لما ضفت عنصر المنجنيز على مين؟ على الحديد. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي الصراحه يا مستر عندنا كمان المنجنيز بينضاف على عنصر الالومنيوم، ودي ثالث الوي. فالمنجنيز والالومنيوم دي كمان الوي. الالوي دي يا مستر بقى بتستخدم في، قال لي بتستخدم في السوفت درينك فيزل. ايه يا مستر السوفت درينك فيزل دي؟ اللي هي الكنزات. الكنز اللي حضرتك بتشربها بتاعت البيبسي ولا الكوكاكولا، مش العلبه البلاستيك، لا الكنز. ليه؟ قال لي يا مستر لان هي بتريزيست للرست والكروجن، بتقاوم الصدأ. تخيل حضرتك لو انا جايب العلبه الكنز دي حديد وهتتساب فتره عند الراجل، هيعدي عليها رطوبه، هيعدي عليها شمس، هيعدي عليها هواء، طب ما هتصدي. تيجي حضرتك تشرب لا قدر الله تموت بسبب الصدأ اللي موجود، ما ينفعش. فلازم الحاجه دي تكون من حاجه معدن مقاوم للرست والكروجن زي المنجنيز والايه؟ والالومنيوم. يبقى دي الالويز بتاعت المنجنيز اهو. طيب يوم واحد بقى بيذاكر او بيعرف ازاي يذاكر يقول لي احنا كده بص بقى الفرق بين ان عيل بيقرا وعيل بيذاكر. يقول لي بقى في الجنب كده واحنا بنذاكر هنبقى نكتب كده خدنا كام الوي للالومنيوم؟ 3. الومنيوم وسكنديوم في الميك فايتر جيت، الومنيوم تيتانيوم في الاير كرافت والسبيس شاتل، الومنيوم ومنجنيز ودي بتريزيست الراست او الكروجن. صعب الكلام ده، التجميعات اللي تعملها لنفسك في الجنب وانت بتذاكر. طيب مستر واحد يقول لي في زميله ليكوا سالتني كده الحصه اللي فاتت اللي قبلكوا دي، قالت لي ايه؟ هو اي معدن بيريزيست الراست او الكروجن او الوي لازم يبقى عندها الباسيفيتي؟ طبعا لا. انا قلت كده؟ يعني مثلا تقول لي انت قلت على عنصر الكروميوم الحصه اللي فاتت بيستخدم في الميتال بليتنج لان هو بيريزيست الراست والكروجن، صح؟ وكان السبب في كده ان هو عنده باسيفيتي، صح؟ هل اي حاجه هقولها يعني مثلا الفاناديوم والستيل مش دول كانوا بيريزيستوا الراست والكروجن؟ هل عندهم باسيفيتي؟ لا مش شرط. يعني مثلا المنجنيز مع الالومنيوم دول بيريزيستوا الراست والكروجن اهو، صح؟ مش لازم كل حاجه اقول بتريزيست الراست يبقى عندها خاصيه الايه؟ مش شرط، بس اي حاجه عندها الباسيفيتي اكيد هتريزيست الايه؟ الراست او الكروجن. صعب الكلام ده؟ طيب
المركبات عد بقى معايا. تعالى بقى مستر نتكلم على الكومباوندز بتاعه المنجنيز. خلي بالك انا لما جيت اتكلم على الوي ما كتبتلهاش كيميكال فورميولا، انا سايبهم جنب بعض وخلاص اهو، مفيش اي تفاعل كيميائي ايه بينهم. طب المركبات بقى بص بقى معايا، عايزين نتكلم يا مستر على MnO2 اللي حضرتك هنسميه منجنيز دايوكسيد. وطبعا حضرتك عارف ان المنجنيز دايوكسيد لو حسبنا الفالنس بتاعه هيطلع ب4، يعني المنجنيز هنا بوزيتيف 4 حاسبينها المره اللي فاتت. عايزين نتكلم يا مستر كمان على الكي ام ان او 4، ودي ماده عندنا مستر اسمها البوتاسيوم برمنجانيت، صح؟ ماده مهمه قوي. عايزين نتكلم برضو دي، خلي بالك المنجنيز احنا حاسبينه المره اللي فاتت كان بكام؟ عندها اكتر من فالنس اهو. عايزين نتكلم كمان يا مستر على الام ان اس او 4، ودي اسمها منجنيز 2 سلفيت. ما هو السلفيت ده مستر بنيجاتيف 2 يبقى المنجنيز ببوزيتيف 2. يعني انت عايز تقول ايه قبل ما نبتدي كده؟ ان المنجنيز ده عنده اكتر من فالنس، ده في اكتر من دول كمان، ده في 2 وفي 3 وفي 4 وفي 7، يعني في كتير. ليه؟ لو انت واخد بالك المنجنيز دول الفالنس الكترون بتاعته 7، يعني يقدر يفقد دول كلهم لحد ما يوصل لمين؟ للارجون. وده كلام هنتكلم عليه بالتفصيل الممل الحصه الجايه. الشاهد بس ان اي مركب من دول انا اجيبه لك تعرف تطلع الرقم ده اللي احنا خدناه من حصتين. طيب المركبات دي بقى يا مستر بتستخدم في ايه؟ عايزك تركز معايا قوي. قال لي والله المنجنيز دايوكسيد ده اول استخدام ليه يا مستر عندنا بيستخدم كسترونج اوكسيدايزنج ايجنت في نوع من البطاريات بنسميها الدراي سيلز. ايه الدراي سيلز دي يا حبايب قلبي؟ الدراي سيلز دي اللي هي الحجاره القلم، عارف الحجاره القلم بتاعت الريموت؟ اهي دي اسمها دراي سيل. اهم حاجه تعرفها لي كمان يعني ايه كلمه اوكسيدايزنج ايجنت؟ يعني بيحصل له عمليه ريدكشن، هنشرح الريدوكس بالتفصيل، بس انت فاكر كان البروسيس عكس الايجنت، يعني المركب ده المفروض يحصل له ريدكشن، يعني يحصل له ايه؟ جين للالكترون. طيب السيلز كمان عشان هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضه في الشباتر اللي هي زي شابتر 4، بتنقسم لاثنين، ريتشارجبل والريتشارجبل، حاجه تعرف تشحنها وحاجه غير قابله للشحن. الخلايا اللي في الاول اللي احنا عملناها اللي هي كانت بمجرد ما بتخلص بنرميها، اللي هي الحاجه الاوليه، سميناها يا مستر عندنا برايمري سيل. سميناها ايه يا مستر؟ برايمري سيل، خليه اوليه. فاقوم انا اول ما اقول لك برايمري سيل تفهم انت على طول ايه؟ ان الخلايا دي نوت ريتشارجبل يعني غير قابله للشحن. مجرد ما بتخلص حضرتك بتتخلص منها وتجيب حجاره جديده. انا مثلا حاطط حجاره في الساعه، حاطط حجاره في ريموت، ايه المميزات بتاعتها؟ انها شغاله 3 شهور ما بتعملش اي حاجه، شغاله بجهد ثابت لفتره زمنيه طويله ما بتفصلش، صح؟ طب وانسى ان الحجاره دي خلصت، بتشحنها؟ لا، بقوم جاي رميها وجايب حجاره جديده، صح؟ النوع ده بنسميه برايمري سيل اللي هو بيترمي. طب يا مستر بطاريه الموبايل، بطاريه العربيه، بطاريه اللابتوب، اول ما بطاريه الموبايل بتخلص حضرتك بترميها وتجيب بطاريه جديده؟ بطاريه العربيه، بطاريه اللابتوب؟ لا، دي بنسميها سكندري سيل، يعني خلايا قابله للشحن، تعمل شحن وتفريغ، تشارج وديسشارج. الموبايل انت شحن اهو، عمال تلعب طول النهار كده، بيعمل ايه؟ ديسشارج، بيفرغ الشحن. طب خلصت، بتوصلها بمصدر خارجي للتيار الكهربي، يبتدي ان هو يشحن تاني، يعمل تشارج وبعد كده ديسشارج. النوع ده من الخلايا بنسميه ايه بقى؟ سكندري سيل او ريتشارجبل باتري. يبقى انا الموضوع ده هيبقى مهم عندنا في شابتر 4، فهتلاقي فيه يوزز كده عشان تبقى فاهم. يبقى فيه برايمري وفيه ايه؟ مين المركب اللي بيستخدم كسترونج اوكسيدايزنج ايجنت في الخلايا اللي هي البرايمري اللي هي الدراي سيل اللي هي الحجاره دي؟ المنجنيز دايوكسيد. صعب الكلام ده؟ طيب كمان يا مستر له استخدام تاني، الراجل ده نقدر نستخدمه ككاتاليست. واحد يقول لي كاتاليست، ده الكلمه دي هتتقال كتير قوي النهارده واتقالت المره اللي فاتت، اللي هي المواد اللي بتعمل اكسلريشن للكيميكال رياكشن. اني رياكشن بقى؟ قال لي كاتاليست في عمليه عندنا اسمها الديكومبوزيشن، اللي هو التكسير او الانحلال لماده رمزها كده. حد فاكر الماده دي مين؟ اسمها الهيدروجين
برافو عليكم، بيروكسايد. واحد يقول لي انت عرفت منين ان دي بيروكسايد؟ هتلاقي الفالنس بتاع الاكسجين بكام؟ بنيجاتيف 1. اهو التفاعل اهو. بص ادي ماده ال H2O2 اهي، دي الهيدروجين بيروكسايد. المفروض الماده دي يا حبايب قلبي بتتكسر، بتديني ميه اهو زائد اكسجين، ده تفاعل التكسير اللي بنقول عليه الديكومبوزيشن. طب التفاعل ده نوعا ما بطيء شويه، لو انت حضرتك عايز تسرعه تحط مين؟ احط MnO2 اهو. طب المعادله دي موزونه، تيجي نوزن. يلا يا مستر نوزن. ها 2H 2H، دول 2 اكسجين ودول 3، يبقى اضرب هنا في ايه؟ يوم واحد محترم منكم يقول لي انا ما بحبش الانصاص. يا باشا اضرب المعادله كلها في 2، ادي 2 ده ينضرب في 2، النص ده ينضرب في 2 يبقى 1. ادي 4 هيدروجين 4 هيدروجين، ادي مستر 4 اكسجين، ادي 2 و2 يبقوا 4. يبقى دي اول مركب اهو بيستخدم كاوكسيدايزنج ايجنت في الدراي سيل اللي هي البرايمري، وبيستخدم كمان ككاتاليست في الديكومبوزيشن بتاع الهيدروجين بيروكسايد. صعب الكلام ده؟ طب المركب اللي وراه مستر اللي هو KMnO4 ده، فاكر اخر حاجه نهينا بيها الحصه اللي فاتت كان حاجه اسمها البوتاسيوم داي كروميت، ده اخوه. يعني ده كمان يا مستر شبهه قوي. يعني الماده دي تستخدم كايه؟ قال لي ده يستخدم هو كمان عباره عن سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. وعموما بقى عشان اللفظ ده بقى يتقال كتير، معظم المركبات وليس كل اللي بيبقى فيه اكسجين كتير كده تلاقيه بيستخدم كاوكسيدايزنج ايجنت، لان الاكسجين اصلا اوكسيدايزنج ايجنت. زي مين كده خدناهم؟ خدنا 3 لحد دلوقتي. الحصه اللي فاتت خدنا K2CR2O7، الحصه دي خدنا MnO2 و KMnO4. الميزه بقى كمان اللي هنا ان الراجل ده انديكيتور، لونه فايلوت ملون، ولما بيتفاعل بيقلب كلرلس. يقوم واحد شاطر منكم كده يقول لي والله يا مستر انا فاكر له استخدام من 2 3 كنت بتفرق بين النيترايت والنيتريت بالماده دي. النيترايت اول، عشان الكلام ده هيبقى علينا السنه دي بس لسه قدام، لما احط عليها الماده دي يختفي اللون بتاع الماده بتاع دي، تحول لكلرلس. طب والنيتريت يفضل زي ما هو. يبقى قلبة اللون دي حاجه عندنا في الكيمياء مهمه جدا، لانك بتعرفك الماده دي اتفعلت ولا ما اتفعلتش. يبقى هو اوكسيدايزنج ايجنت. حاجه كمان يا مستر من استخداماته، الراجل ده يعتبر من اقوى الانتي سيبتيك، وكلمه انتي سيبتيك معناها مطهر. فكان بيستخدم زمان كده ايام من 150 سنه ولا 200 سنه ما كانش فيه صابون وصابون سايل، ومثلا الكحول يبقى متوفر كده الناس بتطهر بيه. فكان زمان البيوت بتعمل ايه؟ كان دايما الحاجه بتاعتهم كلها بياخدوها من عند العطار، ولا كان في صيدليات ولا الكلام ده، عباره عن خلطات من عند العطار كده. واحد بيكح مش عارف يديله ورق جوافه. في المسلسلات القديمه اكيد شفتوا الحاجات دي. من ضمن الحاجات برضو، طب والناس كانت بتغسل الخضار والفاكهه والحاجات دي ازاي؟ ما هو ما فيش صابون وما كانش الخل متاح قوي بالدرجه اللي انت شايفها. فكانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا للعطارين يجيبوا حاجه اسمها محلول برمنجانات. محلول البرمنجانات ده عباره عن KMnO4، ويدوبه في الميه يخففه ويبتدي ينقع بيه ويغسل بيه الحاجه. ليه؟ قدرته عاليه جدا على قتل البكتيريا والفطريات. يبقى الKMnO4 ده انتيسيبتيك وفي نفس الوقت سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، ملون. لونه ايه الايه؟ فايلوت لكلرلس. كده خدنا 2 سترونج اوكسيدايزنج ايجنت مهمين جدا ملونين. انطق بوتاسيوم داي كروميت لونه اورنج بيقلب، ده بتاع التيست اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. والتاني بوتاسيوم برمنجانيت لونه فايلوت وبيقلب. طب كلام جميل. طب يا مستر المركب اللي تحت ده المنجنيز 2 سلفيت، قال لي ده بيستخدم كفانجيسايد. تاني يا مستر بيستخدم كايه؟ فانجيسايد. يعني ايه كلمه فانجيسايد؟ قال لي البريفكس قسمها كده بريفكس وسافكس. سايد دي معناه قاتل بالعربي خالص اهو. الفنجاي ده اللي هو مين؟ فطر، يبقى ده قاتل للفطريات اهو. لما بييجوا يعني مثلا بيستخدموه في المبيدات برضو، وبيستخدموه في تنقية المية. ده مادة عندها قدرة عالية جدا على قتل الفطريات، بس برضو بتستخدم بايه؟ بنسب معينة. يبقى كلمة سايد ده معناه ان هو قاتل. طب لو عايز اقول قاتل للحشرات يبقى انسكت سايد، وهكذا. قاتل للفطريات يبقى ايه؟ يبقى فانجي سايد. ها صعب الكلام ده؟ اللي قدامك ده كله استخدامات للمنجنيز، بس هل في استخدام منهم في البيور فورم؟ لا، كله يا اما ايه يا اما ايه، يا اما كومباوند يا اما الوي.
بالله عليك صعب الكلام ده او في مشكله عند حد؟ طيب بعد المنجنيز عندنا يا مستر عنصر الايرون، الحديد 26. وتخلي بالك لان الحديد ده من العناصر المهمه ليه؟ لان اولا عصب الصناعه طبعا محدش عنده شك في كده، تاني حاجه كتوزيع هو من اول العناصر اللي حصل فيها بيرنج للالكترون في الاوربيتالز. يعني لحد هنا المفروض كل اوربيتال اهو شايل كام الكترون؟ ادي 1 2 3 4 5. امتى يحصل البيرنج؟ في عنصر الحديد اهو. ادي يا مستر الحديد 1 2 3 4 5، ادي 1 2 3 الكترون 4 5، بعد كده تعمل بيرنج. يبقى انت بتبقى ماشي سنجل الكترون في الاوربيتالز من اول الحديد. بيحصل عندنا في التوزيع الكترونيك ايه؟ بيرنج، يحصل ازدواج للايه؟ للالكترونات جوه الاوربيتال. في اي مشكله في الكلام ده؟ طب يا مستر الحديد بيستخدم في ايه؟ عيب طبعا اقعد اشرح لك الكلام ده، معظم الاستخدامات اللي في الكتاب انت هتلاقيك عارفها. الحديد ده عصب الصناعه، بيخش في صناعات بالهبل، هتلاقيه كاتب لك سطرين كده استخدامات دول قرايه. رينفورسد كونكريت، ايه الرينفورسد كونكريت دي؟ خرسانات المسلحه اللي هو البنى اهم حاجه. تلاقيه كاتب لك الالكتريك بايلون اللي هي ابراج الكهرباء، عارف وانت مسافر كده بتلاقي سلوك كهرباء وتلاقي كل كام كيلو تلاقي برج جاي كده، الابراج دي كلها بتبقى عباره عن ايه؟ حديد. سيرجيكال تولز، ايه السيرجيكال تولز؟ ادوات الجراحه، المشرط مش عارف ايه، كل الادوات اللي ما بتبقى موجوده دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن حديد. البايبس والكانون اللي هي المدافع والرشاشات والمعدات. فمش هنقعد نقرا الكلام المتخلف اللي موجود ده كلام اهبل صح؟ طيب ايه بقى اهم استخدامات الحديد؟ قال لي اولا الحديد ده زي ما انت عارف معظم استخداماته ما يبقاش في البيور فورم لانه سوفت وماريبل. فلو الوي ممكن ما تلاقيش اسمها مكتوب في الكتاب دلوقتي، بس هتلاقيها الدرس الجاي او اللي بعده. هي حاجه عندنا اسمها الستيل، عشان في ناس برضو منكم سالتني هو في فرق بين الحديد والستيل؟ طبعا الحديد ده العنصر، انما الستيل الوي ده بيبقى عباره عن حديد ومحطوط عليه نسبه معينه من الكربون عشان يديله الصلابه. فاحنا ما بنبنيش بحديد، احنا بنبني بستيل اللي هو حديد ومخلوط عليه ايه؟ مخلوط عليه عنصر الكربون. طيب ايه اهم استخدامات بقى مستر الحديد وهو إليمنت؟ قال لي الصراحه مستر هو بيخش في الوي كتير، بس وهو إليمنت من اهم استخداماته ان هو بيستخدم ككاتاليست في حاجتين. واحد يقول لي قبل ما تقول الحاجتين انت كل عنصر تيجي تتكلم عليه تقول لي يا هو كاتاليست يا له مركب كاتاليست يا له مش عارف ايه اقول لك قاعده عامه. الفيرست ترانزيشن سيريز اللي هي مين؟ من السكنديوم لمين؟ بمركباتها تعتبر ايديال كاتاليست، افضل انواع الكاتاليست حتى لو انا ما قلتش. يعني مثلا خدنا من ضمن العناصر عنصر الفاناديوم له كاتاليست، التيتانيوم ما جبناش سيره ان هو كاتاليست، لا بيستخدم ككاتاليست، السكندي بس في حاجات مذكوره في المنهج وحاجات لا، انما بشكل عام الفيرست ترانزيشن سيريز بمركباتها بتستخدم كاتاليست، بس في تفاعلات معينه بقى. ممكن واحد يستخدم في تحضير السلفوريك اسيد زي الفاناديوم بنتا اوكسيد، واحد يستخدم في تحضير الامونيا، انما بشكل عام كلهم بيستخدموا كايه؟ طب يا مستر بيستخدم ككاتاليست في ايه؟ بص بقى، قال لي اول حاجه ودي انت واخدها من تانية سنه وهفكرك بيها، البريباريشن بتاع غاز عندنا اسمه الامونيا جاز في الصناعه. غاز الامونيا ده حبايب قلبي NH3 بيحضر من عناصره الاساسيه بطريقه اسمها حتى هتلاقيه عارفه هابر بوش ميثود. طريقه هابر بوش هم دول العالمين اللي حضروا غاز الامونيا. تعال نكتب المعادله مع بعض اهو يا مستر. ادي يا عم الامونيا بتحضر من عنصرين، ادي غاز النيتروجين بيتفاعل مع غاز الهيدروجين في وجود الحديد ككاتاليست، او حتى زمان كنا بنقول المونيبيديوم لو انت فاكر، انما اللي عندنا السنه دي الحديد اهو عند درجه حراره 500 درجه سيليزيوس و200 ضغط جوي. شوف تخيل ده الظروف دي ايه وانت مستخدم كتل، عشان تعرف ان التفاعل صعب قوي لان ده غاز وده غاز يتفاعلوا مع بعض ويدوني غاز عندنا اسمه غاز الامونيا. المعادله اللي قدام عليك دي موزونه يا باشا، يلا نوزن. 2 نيتروجين 6 هيدروجين. يبقى انا هنا ما حدش يجي يقول لي بقول لك ايه الحديد بحضر منه امونيا، ما تبقاش عبيط. لا، ده الحديد ده الكاتاليست اللي بيستخدم في تحضير الامونيا، انما الامونيا نفسها بتتحضر منين؟ من النيتروجين والهيدروجين. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي يا مستر الصراحه كمان بيستخدم ككاتاليست
في تحويل حاجه اسمها الووتر جاز لليكويد فيول. تاني بنعمل ايه؟ كونفرجن، تحويل لميكتشر عندنا اسمه الووتر جاز لماده عندنا اسمها ليكويد فيول، وقود سائل، او بنقول عليه سينثيتيك فيول اللي هو الوقود المصنع. حضرتك عارف طبعا ان البترول او مشتقات البترول بتبتدي ان انت تطلع منها السولار وبتطلع منها الاوكتان اللي احنا بنسميه البنزين. البنزين دي تسميه خطأ، اسمه الاوكتان. والحاجات دي غير متجدده، يعني مش مصنعه، صح؟ فالتفاعل ده كان مهم قوي ليه؟ لان انت قدرت تصنع وقود سائل مش جايبه من التربه او مش جايبه من الارض، ده انت جايبه منين؟ من ماده عندنا اسمها الووتر جاز. طب يا مستر فين المعادله؟ والطريقه بتاعته اسمها ايه؟ قال لي الطريقه عندنا اسمها فيشر تروبش، هم اساميهم كده عشان ما تقوليش ايه ده. هابر بوش دول اللي حضروا غاز الامونيا، فيشر تروبش دول اللي حولوا الووتر جاز. طب ايه يا مستر الووتر جاز ميكتشر ده؟ ده عباره عن خليط من غاز الكربون مونوكسيد والهيدروجين. يعني غاز الكربون مونوكسيد على الهيدروجين بدون تفاعل كيميائي ما بينهم كده اسمه ايه؟ ووتر جاز. عملوا ايه بقى؟ حولوه لوقود سائل. مش عايز اكتب لك الصيغه عشان ما تتلخبطش، بس دي هتقابلنا قدام في الاورجانيك. ده الاوكتان على فكره، ده البنزين بتاع السيارات اهو. فالووتر جاز ده المفروض ان هو حوله لمين؟ لليكويد فيول او لسينثيتيك فيول. طب مستر عشان انا تهت منك، الحديد هنا ايه علاقته بالموضوع؟ يا ابني يا حبيبي دي تفاعلات كيميائيه، ده تفاعل وده تفاعل. مين اللي بيسرع التفاعل ده؟ بس ده اللي انت عايز تعرفه. طب انت كتبت لي هنا معادله، هنا ما كتبتش معادله ليه؟ ممكن تقابلنا في الاورجانيك بقى، فمش عايز اكتب لك معادله تلخبطك دلوقتي. يبقى الحديد بيستخدم في اسمين كاتاليست، في اسمين غراب كده، ايه هما؟ هابر بوش ده بتاع الامونيا، ايه فيشر تروبش ده؟ بحول الكربون مونوكسيد والهيدروجين اللي هو الووتر جاز ليكويد فيول. صعب الكلام ده او في مشكله؟ دوت عنصر بيتسقطوا قدامنا اهو اللي وراه، يا مسهل يا رب. الكوبالت 27 ده عباره عن ارجون 18، صح؟ ها 4s 3d. عنصر الكوبالت ده يا مستر بيستخدم في ايه؟ تركز معايا قوي بقى. قال لي اول حاجه يا مستر، لو انت فاكر كنت قلت لي الحديد والكوبالت والنيكل، الثلاثه دول كان لهم جروب اسمها الايد جروب، وكان التشابه ما بينهم بشكل هوريزونتال اكتر من شكل فيرتيكال، صح؟ ولذلك حطيناهم في جروب واحده كده اللي سميناها الايد جروب. عارف اول حاجه من التشابه اهي؟ مش انت عارف ان الحديد ده ماجنتايزد، يعني ممكن يستخدم في صناعه الماجنتس؟ ده كمان يا مستر الكوبالت والحديد متشابهين ان الاثنين ماجنتايزد، يعني ممغنط، يعني نقدر نستخدمه في صناعه الايه؟ الماجنتس عشان ممغنط. طب تقدر تستخدمه في ايه كمان؟ قال لي الكوبالت كمان بيخش في صناعه نوع بطاريات بنقول عليها دراي باتري، بطاريات الجف، ودي في السيارات الحديثه. طب اسم البطاريه عموما عشان هندرسها في شابتر 4 برضو، هتلاقي سطر كده انا بكتبه مش موجود عندك في الكتاب دلوقتي، هتلاقيه قدام، اسمها ليثيوم ايون باتري. انا هكتب كلمه انت هتفهم حالا. ايه رايك ان البطاريه دي سكندري سيل؟ يبقى ده معناه ان هي ايه؟ ريتشارجبل. ما هي بطاريه عربيه، ما حضرتك مش هتفضي البطاريه تقوم راميها وشاري عربيه وشاري بطاريه جديده للعربيه. البطاريه اللي عندنا اصلا في معظم العربيات القديمه دي هتلاقي ليد وفيها سائل، لو فتحت كده تلاقي صندوق كده، هي بطاريه من الرصاص وفيها سائل. في العربيات الحديثه بقى شالوا البطاريه دي وحطوا بطاريه اسمها ايه؟ ليثيوم ايون باتري، خفيفه، دراي يعني جافه، وبتدي بوتنشال ديفرنس اعلى. طب اهم حاجه بقى تفرق لي ما بين ده وده، المنجنيز دايوكسيد يعتبر سترونج اوكسيدايزنج ايجنت فين؟ الدراي سيل دي تعتبر. انما مستر الكوبالت ايه المعادله اللي هتبقى عندك قدام في المنهج اهي؟ بص معايا هنا كده، هناخد المعادله دي ان شاء الله. ادي الكوبالت دايوكسيد زائد الليثيوم ايون زائد الكترون، عشان كده اتسمت ليثيوم ايون باتري. لو انت ملاحظ بيحصل عمليه ريدكشن، اكتساب للالكترون اهو، يتحول للماده دي LiCoO2. طيب عشان افهمك اكتر معلش اتقل عليا كده، هو تعرف تحسب لي الكوبالت هنا الفالنس بتاعه بكام؟ +4.
تعرف تحسب لي الكوبالت هنا بكام؟ لسه حاسبينها المره اللي فاتت دي بوزيتيف 5 في عينك، 5 في عينك ببوزيتيف 3. يبقى انا الكوبالت بوزيتيف 4 اتحول لبوزيتيف 3 صح؟ يعني اكتسب الكترون، يعني حصل له عمليه. يبقى الماده دي كمان تعتبر سترونج امتى؟ اوكسيدايزنج ايجنت اهو صح؟ فيجي بقى انا ليه بشرح الحته دي؟ لان انت هتلاقي اسئله في المذكره ما يعلم بها الا ربنا، اللي هي اسئله الكتب الخارجيه دي. طب انا لما اجي اقول لك دلوقتي انا عندي عنصرين استخدموا كسترونج اوكسيدايزنج ايجنت في البطاريات صح؟ المركبات بتاعتهم يعني مين ومين؟ منجنيز دايوكسيد وكوبال دايوكسيد. لو قلت لك سترونج اوكسيدايزنج ايجنت في البرايمري سيل يبقى انا قصدي منجنيز دايوكسيد. لو قلت لك سترونج اوكسيدايزنج ايج، او ما قالش حتى سترونج اوكسيدايزنج ايج، قال لك استخدم في السكندري سيل او الدراي باتري بتاعت المودرن كار، يبقى هو قصده على مين؟ الكوبال. ايه الفرق بين البطاريه دي والبطاريه دي؟ هندرس باذن الله مع بعض. البطاريه دي ما تتشحنش، مش ريتشارجبل، انما البطاريه دي تشارجبل. عارف بطاريه الليثيوم ايون باتري دي اللي هي موجوده فين عندك؟ في الموبايل. برافو عليك. حضرتك بتعمل ايه؟ تك 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 قاعد تلعب. طب خلص تقوم جاي شحن. طب اتشحن تقوم جاي تلعب. طبعا اللي بيروش البطاريه ان انت بتعمل شحن وتفريغ في نفس الوقت، ده اللي بيضعف البطاريه. انما انت لو بتعمل شحن وبعد كده تفريغ هتلاقي عمر البطاريه بيزيد معاك. اكسبشن من الموضوع ده الايفون، هو بطاريته زباله، مالهاش علاقه بالموضوع ده اصلا، هم بيضعفوا البطاريه. يبقى انت عندك نوعين من البطاريات، البرايمري والسكندري. ها صعب الكلام ده؟ طيب كمان يا مستر عندنا الصراحه المفروض ان عنصر الكوبالت ده عنده 12 راديو اكتيف ايزوتوبس. يقوم واحد يقول لي مستر ايه الايزوتوبس دي؟ اللي هي بالعربي النظائر. يا دي النيله ما عرفتهاش برضو. ايه النظائر دي؟ قال لي ان يبقى ربنا خالق للعنصر اكتر من شكل في الطبيعه. ممكن على فكره الحاجات دي تبقى ناتشورال، يعني هي اوريدي موجوده في الطبيعه، وممكن احنا خدنا في النيوكلير كيمستري تبقى سينثيتك، انا اللي مصنعها. مهم انه يبقى في اكتر من شكل للعنصر، نفس الاتوميك نمبر اللي هو عدد الالكترون او عدد البروتون، ولكن مختلفين فين؟ في الماس نمبر. يعني مثلا واحد يقول لي مش انت الكوبالت له 12؟ مش هم 12 ايزوتوبس كلهم 27؟ يعني كل الاشكال بتاعته 27 الكترون و27 بروتون، المختلفين فين؟ في الماس نمبر. الرقم اللي فوق ده، الرقم اللي فوق ده ممكن تلاقي كوبالت 58 اللي هو اختلاف عدد النيوترون، 59 60 61. هم كام نظير بقى؟ كام ايزوتوبس؟ 12. اشهرهم الكوبالت 60 اللي هو النظير 60 ده. ما اجيش اقول لك الكوبالت عنده كام ايزوتوبس تقول لي 60، ما تبقاش عبيط زي الدفعه اللي فاتت. يا ابني هم كام؟ اشهر واحد فيهم الكوبالت اللي هو كام؟ اشمعنى يا مستر؟ ويعني ايه راديو اكتيف؟ يعني مشع. الكوبالت 60 ده بيطلع نوع من الاشعه خدناها قبل كده اسمها الجاما ريز، وده السيمبل بتاعها. الجاما ريز دي يا مستر اهم حاجه تعرفها عنها ان هي عندها هاي بنتريشن باور، قوه اختراق عاليه جدا. كنا خدنا زمان في اولى كده في حاجه اسمها الفا بيتا جاما، وايه مميزات كل واحد، ومين العالي في الاختراق ومين القليل. كانت اقوى حاجه مين؟ الجاما دي. الميزه بقى ان الكوبالت 60 ده بيطلع ليه؟ الجاما ري دي. طب بتستخدمها في ايه بقى؟ ليه ده الاشهر؟ لان استخداماته كتير. تستخدم بقى الجاما ري في البنتريشن باور العاليه دي في ايه؟ نستخدمها في الفود بريسرفيشن، تعقيم الاكل. عارف مرحله الاسترلايزيشن او التعقيم؟ بتلاقي الاكل كده بيعدي على اشعه كده يقتل البكتيريا والفطريات والميكروبات. الاهم كمان في، يعني بعد الشر علينا كلنا طبعا، ممكن ترجعي ظهرك لورا وتصحصحي معايا، انا عارف ان انا اسلوبي في السرد بينيم، بس صحصحي معايا. في الدايجنوزز والتريتمنت بتاع الكانسر، الناس بعد الشر كده اللي بيجي لها كانسر، مرحله من مراحل العلاج اللي بتبقى موجوده ان هو بيعدي على الاشعاع. ليه اشعاع؟ لان في خلايا كويسه وفي خلايا مسرطنه، فاحنا عايزين نقتل الخلايا المسرطنه دي، فبنوجه عليها اشعه تقتلها. وكمان الميزه ان هو بيستخدم في الدايجنوزز كمان، في التشخيص. طب والاستخدام الثالث، قدرته العاليه على البنتريشن دي بتخلينا نستخدمه في الكشف عن عيوب الصناعه، مناطق اللحام، الكراكنج والويلدنج. اديك مثال بسيط. بابا كده لما يروح يشتري عربيه مستعمله، يروح المعرض، الراجل يقول له دي فابريكا بره وجوه ومش عارف، يقعد يفرش له البحر طحينه. يقوم بابا ايه؟ ماشي انت اتكلمت، ياخد العربيه يوديها ايه؟ مركز صيانه.
بيعملوا ايه بقى في مركز الصيانه دول؟ من ضمن المراحل بيعدي عليه اشعه على العربيه على الجسم، ما هو معدن. المفروض الاشعه لها قوه اختراق معينه. طب لو انا ماشي ماشي ماشي، لو جيت لقيت الاشعه دي اتركزت قوي، يبقى ده معناه ان المنطقه دي ايه؟ فاضيه. يعني ايه فاضيه؟ يعني دي منطقه كسر او منطقه لحام ما بين معدنين ومش ملحومه عدل. يبقى انا عرفت المنطقه دي عن طريق ان انا اعدي الاشعه عشان عندها ايه؟ هاي بنتريشن باور. يبقى تاني، مين المسؤول عن كل القصه اللي انا قلتها ده؟ الكوبالت؟ لا، ده الكوبالت الكوبالت لوحده عادي مش عنصر مشع. النظير المشع بتاعه اللي هو الكوبالت 6 بيطلع الجاما ري. دي عندها قدره على 3 حاجات، تستخدم في 3 حاجات: الفود بريسرفيشن اللي هو تعقيم الاكل، تستخدم في الكانسر في الكشف والتشخيص والعلاج بتاع الكانسر، وثالث حاجه في الكراكنج والويلدنج بتاعه الايه؟ الصناعه. صعب الكلام ده او في مشكله؟ احنا كده خدنا كام عنصر؟ 3. ناقص لنا كام عنصر ونبقى خلصنا ال10 عناصر دول؟ 3. العنصر اللي وراه عندنا هو عنصر نيكل 28، عباره عن يا مستر ارجون 18 4s2 3d8. خلي بالك احنا بنقرب من الاخر اهو. ما هو انت بيحصل سكسيسيف فيلنج، انت ماشي من زمان من الحصه اللي فاتت من اول عنصر السكنديوم 1 2 تيتانيوم 3 فاناديوم لحد ما وصلت ل 3d8 اللي هو عنصر النيكل. طب عنصر النيكل ده مستر بيستخدم في ايه بقى؟ قال لي اولا النيكل ده وهو إيليمنت من اكتر العناصر اللي بتستخدم في الميتال بليتنج اللي هو طلاء المعادن. ليه؟ اول حاجه برضو لانه يا مستر بيريزيست للرست، والاهم كمان ان المعدن ده عنده تشايني ابييرنس. يعني عنصر النيكل ده انت لو شفته هتلاقي فيه لمعان عالي قوي. فهو يبقى انت ضربت عصفورين بحجر. اول حاجه اديت منظر جمالي للمعدن بتاعك، يعني اي حاجه تلاقي فيها لمعان شويه كده يبقى ده نيكل. زي المقبض بتاع الباب ده، المقبض بتاع الباب ده اي حاجه تلاقيها بتلمع قوي كده ومديها اللون السيلفر شويه تلاقي نيكل، لون اصفر شويه تلاقيه كبر وزنك. فده بيحمي المعدن. ما هو المقبض ده عباره عن ايه؟ حديد مطلي بالنيكل. الشوك والمعالق، فيه شوك ومعالق وحاجات من دي بتبقى برده مطليه بالايه؟ بالنيكل. والميزه كمان ان هو اهم حاجه بقى ان هو بيريزيست الراست. هل انا جيت قلت ان النيكل بيريزيست الراست عشان خاصيه الباسيفيتي؟ لا، النيكل عنده باسيفيتي؟ لا. طب ايه كمان؟ قال لي يا مستر الجزء الديفايدد منه هو اليمنت، يعني الديفايدد نيكل بيستخدم كمان ككاتاليست. الله، كاتاليست هو كمان بس بنكسره عشان نزود السيرفيس اريا. طب كاتاليست في ايه؟ قال لي في نوع تفاعلات اسمها الهيدروجينيشن بروسيس. تفاعلات اسمها تفاعلات الهدرجه بتاعه الزيوت. انت لسه ما خدتش التفاعل ده، هندرسه مع بعض في الاورجانيك. بس تشوف زيت، ازازه زيت او سمنه كده تلاقيه مكتوب عليه ايه؟ زيت نباتي مهدرج او سمن مش عارف نباتي مهدرج. عارف تفاعل الاكسيديشن؟ مش هو تفاعل مع اكسجين؟ طيب في تفاعل اسمه الريدكشن، في تفاعل اسمه الهيدروجينيشن لسه هتدرسه. هيدروجينيشن يبقى انا بتفاعل مع هيدروجين، بس لسه هندرسه فين؟ في الاورجانيك. وبما انه اورجانيك فالتفاعل نوعا ما بطيء قوي، فانت محتاج ايه يسرعه؟ كاتاليست. مين بقى الكاتاليست اللي هيستخدم في الليله دي؟ ديفايدد نيكل. طيب كلام جميل. طب يا مستر الراجل ده عنده الوي؟ قال لي النيكل بينضاف على الستيل، ده تاني واحد ينضاف على الستيل اهو، وبيعملوا مع بعض الوي. الالوي ده يا مستر اهم ميزه ليها ان هي برضه بتريزيست الرست. لو تلاحظ مركبات النيكل والنيكل نفسه والالوي بتاعته عندها ميزه ان هو بيريزيست الرست شويه، بتريزيست الرست والافكت بتاع الاسيد كمان. هفهمك يعني ايه دلوقتي. يعني ما بتتاثرش بالاسيدز. المفروض انا لو جايب سلفوريك اسيد معايا في المعمل، لو انا محضر سلفوريك اسيد وقمت جاي حاطط السلفوريك اسيد ده في علبه، العلبه زي دي كده حديد، هيتفاعل معاه صح؟ يبقى انا المفروض لما احضر اسيد لما اجي اشيله في كونتينر يكون الكونتينر ده من ماده ما بتتفاعلش مع الاسيد صح؟ معظم الميتالز بتتفاعل. طب ويا مستر لما اعمل الوي بقى من النيكل والستيل، هل هتتفاعل مع الاسيد ولا هتريزيست تاثير الاسيد؟ هتريزيست تاثير الاسيد، وكمان في نفس الوقت بتريزيست الايه؟ يبقى انا كده خدت كام الوي مع الستيل لحد دلوقتي؟ 2 مع الستيل بس مش مع الحديد.
اتنين اللي هم ايه؟ فاناديوم وستيل برضه بيريزيست الرست. حد خد باله ان دايما الستيل لما بنستخدمه في سبب غير البنى بيتحط عليه حاجه تمنع الرست؟ حطيت عليه الفاناديوم في السوسب بتاعه العربيه اللي هي الكار سبرينج، صح؟ حطيت عليه عنصر النيكل ليه؟ عشان استخدمه برضو في ايه؟ في حاجه بتقاوم الرست وفي نفس الوقت الكونتينرز اللي هي بتريزيست تاثير الايه؟ الاسيد. صعب الكلام ده؟ طيب عندنا مستر الوي كمان نيكل على كروميوم. النيكل كروميوم الوي دي من اهم الالوي اللي موجوده في الصناعه. بتستخدم في ملفات التسخين. حاجه عندنا اسمها الهيتنج كويلز اللي بتبقى موجوده في الالكتريك فيرنسي في الافران الكهربيه. هفهمك يعني ايه حالا بس ركز معايا. ليه؟ قال لي يا مستر برضه بتريزيست الراست او الكروج، دي اهم ميزه بس في درجات الحراره العاليه. يعني ايه؟ بلاش يا عم الافران الكهربائيه دي مش هتلاقيك عارفها. عارف الكتل؟ مش الجزء اللي فوق، الحته اللي تحت دي مش بتلاقي فيها ملفات كده؟ بلاش الكتل. الدفايه، عارف الدفايات اللي انت بتوصلها بالكهرباء تلاقي البتاع احمرت قوي كده بيبقى كويلز على بعض. السخان، المكوى من جوه. انت عايز تقول ايه؟ اي جهاز كهربائي بيحول الطاقه الالكتريك دي اللي هي الكهرباء لثيرمال انرجي لطاقه حراريه، بتلاقي الجهاز من جوه فيه ملفات بالمنظر ده. انت اكيد شفت المنظر ده في سخان، في مكوى من جوه، في الدفايه، صح؟ طيب اصلا درجه الحراره لما بتزيد بتزود قدره المعدن على الصدأ. يعني كل ما الجو يحرر كل ما التفاعل يبقى اسرع فالصدأ ده يبقى اعلى. طب انت حاجه هي اصلا وظيفتها انها تحول الكهرباء لحراره فتسخن، بعد كده خلصت المكوى ولا السخان ولا فصلته عن الكهرباء يبتدي ايه؟ يبرد تاني. تخيل الملفات دي لو حديد هتعيش؟ لا. يبقى هي لازم حاجه تستحمل الحراره او تقاوم الصدى في درجات الحراره الايه؟ ده انت جايب افضل حاجه بتقاوم الصدى. انت ما خدتش بالك الالوي دي عباره عن ايه؟ نيكل كروميوم. الكروم لوحده باسيفيتي وشغل عالي، النيكل من افضل المعادن اللي بيقاوم الصدى، فقمت جاي خلطهم على بعض بنسب معينه عشان تعمل الوي تتحمل الحراره اكبر وقت ايه؟ ممكن. السخان ده فين وفين على ما السخان ده تقول ان الملفات دي باظت؟ ما هو الملفات دي باظت يعني السخان باظ، يقعد بال20 وبال30 سنه كل شويه تسخن بره تسخن بره تسخن بره، معدن يتحمل درجات الحراره. يبقى دي من مميزات النيكل. يبقى ده استخدامات النيكل وهو عنصر، ودي استخدامات النيكل وهو ايه؟ الوي. عندنا كمان يا مستر نوع من الباتري اسمها النيكل كادميوم باتري. بطارية النيكل كادميوم. مستر اكتب برايمري ولا سكندري؟ سكندري. مستر يوم اول واحد ما يقول لي سكندري خلاص انا عرفت ان البطارية دي ايه؟ الله ينور عليك. صعب الكلام ده؟ ده فيما يخص عنصر النيكل. العنصر اللي بعد النيكل هانت الكبر. اول ما المستر يكتب الكبر ده اللي هو 29 ده تخلي بالك ان الراجل ده كان عنده ابنورمال الكترونيك كونفيجريشن. الكبر يا مستر في صوت ليه؟ الكبر ده عباره عن ارجون 18 4s1 3d10. فكان الاس هافلد بالالكترون والدي كومبليتلي في الالكترون طبقا لقاعده هوند. الله ينور عليك اهو. يبقى دي حاجه مميزه للكبر. كمان يا مستر انا عايزك تعرف ان الكبر ده بيستخدم في حاجه عندنا اسمها الالكتريك كيبلز او الوايرز والكوينز. طب الالكتريك كيبلز دي اعتقد اول حصه فيزياء قالوا لكم اشمعنى الكبر، صح؟ هو له سبب فيزياء وسبب كيمياء. فيزياء ان السبيسيفيك ريزيستنس بتاعته ايه؟ المقاومه النوعيه بتاعته ايه؟ قليله. طب كيمياء ان المفروض يا مستر ان الراجل ده عنده فري الكترونز كتير. بص شايف عدد الالكترون الفالنس؟ شايف الالكترونات اللي في المستويات الخارجيه؟ مش هو قالوا لكم في الفيزياء ان التيار الكهربي ده عباره عن سيل او فيض من الالكترونز، صح؟ طب ما هو في معادن كتيره يا مستر المفروض ان هي عندها الكترون. ما انت عندك الكترون والمقاومه بتاعتك قليله، فهو من افضل الحاجات اللي بتستخدم في مين؟ في الالكتريك كيبلز او الالكتريك واير. طبعا دلوقتي بقى في حاجه اسمها الفايبر اعلى كمان من الاسلاك بتاعه النحاس دي خصوصا في النت، فبيبقى افضل كمان، ولكن برضو لسه شغالين بيه. طيب كمان يا مستر المفروض بيستخدم في صناعه الكوينز. الجنيه المعدن ده اغلبه بيبقى كبر، لان انت عارف اصلا الكبر المفروض ان هو موجود في الجروب اللي هي ايه؟ 1 بي. مين ال1 بي جروب دول؟ اللي هم الكبر
والسيلفر والجولد، صح؟ مش الثلاث عناصر دول اسمهم عناصر العمله، فبيخش في صناعه الكوينز. حاجه كمان تعرفها عن الكبر، المفروض ان الكبر ده هو الفيرست ديسكفرد ميتال، اول معدن تم اكتشافه قبل الحديد وقبل الالومنيوم وقبل كل العناصر دي. اول معدن تم اكتشافه هو النحاس، لدرجه لو انت بتقرا كده كان في عصر زمان اسمه العصر النحاسي، كان لسه الراجل ده مكتشفينه طازه. كان زمان بقى قبل العصر ده البيوت بتتعمل من الطوب، من القش، فاهم، من الحاجات، ما كانش فيه بنى اصلا، ما كانوش يعرفوا الحديد. فاول ما اكتشفوا معدن الكبر ده، لا وايه بقى، كان سهل قوي ان انت تشكله. انت عارف ان الكبر من المعادن اللي هي سهل جدا في التشكل، كانوا بيعملوا منه كل حاجه، الكوبايات بتاعتهم والمعالق والشوك والحاجات بتاعت الاكل والبنى، كانوا يعني بيعملوا البيوت او جزء من البيت من النحاس. عشان كده اتسمى العصر النحاس، فهو يعتبر اول ايه، معدن تم اكتشافه. طيب ده بيستخدم في الالكتريك وايرز او الكوينز ده، وهو عنصر. طب له الوي؟ له الوي. تعالى يا مستر نشوف ايه الالوي بتاعت الكبر. قال لك عندك في الكبر والتن، الاس ان ده عنصر اسمه التن. دي الوي بنقول عليها البرونز الوي، اعتقد انت عارفها. المركز الثالث دايما بياخد ميداليه ايه؟ الاولى ذهب، الثانيه فضه، اقل في القيمه الاقتصاديه بس برضو يعني نوعا ما غالي. البرونز دي بقى عباره عن ايه؟ كبر ومخلوط على تن. عندنا الوي كمان عباره عن كبر على زنك، اسمها البراس، هتلاقيها مكتوبه بس في الدرس اللي وراه، فلو عايز تزودها بزودها، اسمها البراس الوي. دي بتستخدم في الدور هاندل، مقبض بتاع الباب ده المفروض حديد، لو لقيته سيلفر كده وعليه لمعه كده ده نيكل. طب في مقابض ابواب تلاقيها مصفره كده، عارف الاصفرار ده ايه؟ بيبقى حديد ومحطوط عليه ايه؟ كبر وزنك، اللي هي البراس الوي. ولها اسم تاني ساعات بيتقال عليها اليلو كبر. مقصود باليلو كبر ده اللي هو كبر على زنك. دي اشهر الالوي بتاعته. طب يا مستر مركباته، قال لي عندي مركب اسمه الكبر، اسمه ايه؟ كبر 2 سلفيت. اهو مركب عندنا اسمه الكبر 2 سلفيت. ما انت عارف السلفيت دي بنيجاتيف 1 والكبر هنا بايه؟ اسف، السلفيت بنيجاتيف 2 والكبر بايه؟ ببوزيتيف 2، فيبقى اسمه كبر 2 سلفيت. بيستخدم في ايه يا مستر الكبر 2 سلفيت ده؟ قال لي بيستخدم كفانجي سايد وانسكتيسايد. اظن انت كده المفروض انت فاهم انا بقول ايه بقى. فانجي سايد قاتل للفطريات، انسكتيسايد ولذلك بيستخدم في البيوريفيكيشن بتاع الميه. عارف لما الميه تقطع بيقوموا عاملين ايه؟ غاسلين المحطات بتاعه الميه والمواسير بتاعه الميه والحاجات دي عشان الميه تبقى نظيفه. طبعا الميه هنا بيغرقوها كلور وبلاوي سودا، والدنيا هنا جهجهوني كده بيرمي وخلاص. يعني المفروض الحاجات دي بتتحط بنسب معينه. من ضمن الحاجات بقى اللي المفروض بيحطها، بيحط ماده الكبر 2 سلفيت او الكبريك سلفيت. ليه؟ لان هي انسكتسايد وفانجيسايد. طيب ايه كمان يا مستر؟ عندنا محلول بنسميه الفهلنج سوليوشن. بنسميه ايه تاني يا مستر؟ محلول الفهلنج او الفهلنج سوليوشن. الراجل ده وظيفته ميزته انه ملون، فقلبة لونه بيعمل ديتكشن عشان بيتفاعل مع سكر عندنا اسمه الجلوكوز. عارفين سكر الجلوكوز طبعا. المحلول هو اللي ملون. طب المحلول ده لونه ايه يا مستر؟ لونه ازرق، نفس لون القلم ده بالظبط كده. طب يا مستر المحلول ده لو اتفاعل مع الجلوكوز بيتحول المحلول للون الايه؟ الاورنج. يوم واحد كده يقول لي قبل ما نفهم ايه القصه دي، انا عندي 3 مواد خدتها ملونه لما بتتفاعل اللون بيقلب، فمهمين قوي عندنا. يلا يلا يا حبيبي، بوتاسيوم دايكروميت لونه بيتحول، اخوه بوتاسيوم برمنجانيت لونه بيتحول، والاثنين دول يعتبروا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، صح؟ الماده الثالثه الفهلنج سوليوشن، ودي ماده لونها وتتحول لما تتفاعل مع سكر. عندنا سكر نستخدمها عندنا في المعامل. عارف لما يبقى في عينه دم ومثلا عايزين نعرف عينه الدم دي فيها سكر ولا لا، او مثلا انت جات لك سامبل في المعمل بتحللها، بتشوف المكونات بتاعتها عشان نكشف عن سكر الجلوكوز. بناخد حته صغيره من العينه كده نحطها في تيست تيوب
وتبتدي تحط عليها نقطتين من الفيلنج. انت بتشوف الفيلنج ده نازل لونه ايه؟ ازرق. اول ما ينزل لو فضل ازرق يبقى العينه دي فري جلوكوز ما فيهاش يعني. طب ولو لقيت اللون الازرق ده اول ما نزل اتحول للاورنج خلصت، يبقى العينه دي فيها ايه؟ صعبه. ها في مشكله بالنسبه للعناصر دي. واخيرا عندنا مستر عنصر اسمه عنصر الزنك. الزنك 30 ده يعتبر اخر عناصر الفيرست ترانزيشن سيريز. التوزيع بتاعه ارجون 18 4s2 3d10. فالاس هنا مستر ادي 2 الكترون والدي كومبليتلي فيلد بالالكترون. فساعات كتير بيقوم جايب السؤال يقول لك ايه؟ قارن في وجه الشبه والاختلاف، يعني اذكر وجه شبه واختلاف بين الكبر والزنك من حيث الالكترونيك كونفيجريشن. سهله قوي يا مستر لو احنا موزعين. وجه الشبه ان الكبر والزنك ال 3 دي سب ليفل كومبليتلي فيلد بالالكترون مليان على اخره 10. طب وجه الاختلاف ان الكبر ال 4 اس سب ليفل هاف فيلد بالالكترون، اما ال 4 اس سب ليفل هنا ايه؟ كومبليتلي فيلد بالالكترون. دوت اللي هو مين؟ الزنك. طيب بيستخدم في ايه يا مستر الزنك؟ قال لي الزنك ده اهم استخداماته هو اليمنت، ودي حاجه مهمه قوي. بيستخدم في عمليات اسمها الجالفانيزيشن. ايه يا مستر بيستخدم في عمليات اسمها ايه؟ جالفانيزيشن، او لفظ اسمه الجلفنه. سمعته في اعدادي بس انت يعني سمعك بيبقى ضعيف شويه الفترات اللي فاتت دي. ايه الجلفنه او الجالفانيزيشن دي؟ قال لي ان انا بجيب الحديد واعمل عليه طبقه حمايه من فوق. طبقه الحمايه دي بتبقى عنصر الزنك. ايه ده ميتال بليتنج يعني؟ بيحميه من الرست والكروجن، من افضل وسائل الحمايه. بس خلي بالك معايا من حاجه، ان انا اجيب الحديد واغطيه باي معدن ما ينفعش اقول عليه جالفانيزيشن. اللفظ ده خاص بمين بس؟ يعني لو جبت الحديد وغطيته بكروميوم ميتال بليتنج، لو جبت الحديد وغطيته بالنيكل ميتال بليتنج، انما جبت الحديد وغطيته بالزنك جالفانيزيشن. نسبه لعالم اسمه جالفاني او جالفانو. جالفاني وجالفانو ده هيبقى حبيبك فيزياء وكيمياء، هيعمل لك جهاز عندك في الفيزياء كمان شابترين كده اسمه الجالفانوميتر، وهيقرف هيطلع عينك فيه، وان شاء الله هيقرفك عندنا برضو في الكيمياء واحد هيعمل حاجه اسمها الجالفانيك سيل. فجالفاني ده عالم اصلا، هو اللي اكتشف قدره الزنك ان هو يغطي مين؟ الحديد. فيبقى تغطيه الحديد بالزنك بقى حاجه عندنا اسمها ايه؟ جالفانيزيشن. دي من اهم الاستخدامات ليه. طب الزنك له الوي؟ انت هتشلني؟ ما هي يا ابني، هو انا لازم اكتبها تحت الزنك يعني؟ ما هو له الوي اهي اللي هي مين؟ البراس اللي هي عباره عن كبر وايه؟ طب ايه اشهر المركبات بتاعته بقى يا مستر؟ اشهر الكومباوند واستخداماتهم ماده عندنا اسمها الزد ان او، وماده عندنا اسمها الزد ان اس. ده اسمه ايه؟ زنك اوكسايد. اوكسايد عادي اهو يا دكتور عشان ده نيجاتيف 2. طيب الزد ان اس ده مستر اسمها ايه؟ زنك سلفايد. اهو السلفر هنا بنيجاتيف 2 والزنك هنا ببوزيتيف 2. نفس الكلام ده نيجاتيف 2 ده بوزيتيف 2. الزنك ما عندوش الا حاله واحده بس اللي هي بوزيتيف 2. طب بيستخدم في ايه الزنك اوكسايد ده؟ قال لي يا مستر بيستخدم عندنا في المطاط، في صناعه الرابر، في صناعه الدهانات، بيستخدم في صناعه كمان الكوزماتكس. طب ما انت كده يا مستر معلش، الكوزماتكس دي احنا استخدمنا 2 اوكسايد بيستخدموا فيها، تيتانيوم دايوكسيد. وانت اصلا لو مسكت اي علبه من الحاجات بتاعت مستحضرات التجميل دي غالبا هتلاقي فيها واحده من الاثنين دول، ان ما كانش الاثنين اصلا، زنك اوكسايد. ومن افضل الحاجات المفيده للبشره اصلا عنصر الزنك، حتى في ناس بتاخده للبشره والمناعه كسبلمنت. تمام؟ طيب ماده ايه كمان؟ الزنك سلفايد. واحد يقول لي الزنك سلفايد دي انا ليه في استخدام في دماغي كده خدناه السنه اللي فاتت. الزنك سلفايد الكلمه دي اتقالت المره اللي فاتت. افكرك تجربه عمك راذرفورد. كده وخلاص ولا بتصبرني؟ مش هو كان برافو، كان بيعمل ديتكت الجزيئات الالفا. برافو عليك يا دكتور. كنا عملنا تجربه كده السنه اللي فاتت، كنا بنقول بنجيب ميتاليك شيت، والميتاليك شيت ده بنبطنه من جوه. راذرفورد بطنه من جوه كده بماده اسمها الزنك سلفايد، وكان بيعدي عليه الالفا بارتكل، فكل ما الالفا دي تخبط فيه تعمل ومضات. طب ما ده الاستخدام الرئيسي ليه.
فبالتالي ماده الزنك سلفايد دي بقى بنستخدمها في ايه عندنا في المنهج السنه دي؟ حاجه اسمها الالومينيتنج بينت، الطلاءات المضيئه. وتاني حاجه يا مستر الاكس راي سكرين، شاشات الاشعه. عارف انت حضرتك لما بعد الشر كده يحصل لك اي حاجه تروح تعمل اشعه على العظام او الاسنان، الاشعه دي اصلا لونها اسود كده اللي هو الفيلم، بتلاقي بقى التفاصيل بتاعه العظم بتاعتك او التفاصيل بتاعه السنان باللون الابيض كده في وسط الايه؟ في وسط الفيلم. طب ما هو ايه اللي بيخليك تشوف الاشعه دي كده؟ ان انت الاشعه دي بيخبطوها في حاجه فتبتدي تنور، صح؟ ايه بقى الماده اللي لما بتخبط فيها الاشعه بتنور؟ زنك سلفايد. اهي نفس الاستخدام اهو اللي استخدمناه قبل كده. طب ايه الطلاءات المضيئه دي؟ عارف انت لما تروح مطعم نضيف كده وبيبقى عامل كورنر كده، النور بيطفي، اول ما يطفي النور تلاقي ويضرب عليه حاجه كده، تلاقي الجدار ادى شكل كده، هابي بيرث داي مش عارف اي، شفتوش ما تحضروش الحاجات دي؟ عارف طريق شبرا بنها؟ عارف طريق شبرا بنها؟ في بتاع لونها احمر صغيره كده في الجنب، مش الصبح بقى بالليل اول ما بتضرب فيها النور بتنور، هي دي الالومينيتنج بين، اللي هي الطلاقات اللي اول ما بتضرب فيها نور تنور. دهان بينور، دهان بينور. بلاش يا عم الحاجات اللي انا قلت عليها دي، صعب الكلام ده وفي مشكله عند حد؟ الملل ده خلصناه الحمد لله. وصولك للزنك كده ادي ال10 عناصر باليوزز بتاعتها، انسى بقى الكلام النظري ده، بعد كده بقى هتلاقي دخلنا في الكيمياء اللي بجد. وانت بتذاكر بقى، وانت بتذاكر لازم تجمع. يعني ايه تجمع؟ واحد يقول لي بص بقى يا مستر انا بعلمك ازاي تذاكر، ركز معايا، بعلمك ازاي تذاكر يا دكتور. انت خلصت ال10 عناصر اهو، كم معلومات بالهبل. واحد يقول لي بقى ايه، احنا هنكتب في ورقه في الجنب كده في الكتاب شويه بقى ايه ملخصات بقى. العالم اللي بتعرف تذاكر دي موهبه، خلي بالك لازم تبقى عندك. يقول لي ايه بقى، احنا خدنا مادتين فانجي سايد. انت مستنيني اقولهم؟ مستنيني انا اللي اقولهم؟ ما تنطق يلا. منجنيز 2 سلفيت وكبر يقوم واحد يقول لي مركبات السلفيت دي علمها في دماغي انها انسكت سايد وفانجي سايد اهو، بس طبعا الاثنين الكبر المنجنيز سلفيت يقوم واحد يقول لي احنا خدنا 3 الوي للالومنيوم. انطق. سكنديوم والومنيوم، تيتانيوم والومنيوم، منجنيز والومنيوم. طب مستر خدنا 3 عناصر بيخشوا في تكوين الباتري. صعبه دي. ما بص بقى، ما هي دي المذاكره بقى. لو انت جيت تذاكر وخلصت وما عرفتش تجاوب على الاسئله دي يبقى انت ما ذاكرتش. هيجي بقى هو في سؤال يقول لك مين العنصر اللي استخدم في صناعه الباتري، كل ده ما عدا، او مين اللي استخدم في البرايمري، او مين اللي استخدم في السكندري، صح؟ يلا بينا. ها، اول واحد منجنيز، برايمري ولا سكندري؟ برايمري. يعني تتشحن ولا ما تتشحنش؟ ايه؟ الله ينور عليك، اللي هي الحجاره. طيب ايه التاني؟ كوبالت ونيكل، صح اللي ورا بعض، وده تشابه اهو. الكوبالت والنيكل بيستخدم في صناعه الباتري، تتشحن ولا لا؟ اللي هي من نوع، هي دي المذاكره بقى. المتشابهات دي تجمعها في ورقه جنبك كده او جنبك في الكتاب، هي دي الناس اللي بتعرف تذاكر. يقول لي الستيل ده اتذكر له 2 الوي، ها، ستيل وفاناديوم، وستيل ونيكل، وهكذا. صعب الكلام ده. الكوزماتكس دي استخدمنا فيها 2 اوكسايد، تيتانيوم وزنك. عايزين نتكلم عن الموضوع ده احنا شرحناه باستفاضه، بس هلحم فيه حته زياده شويه. الموضوع ده اللي هو يا مستر عايزين نتكلم على الالكترونيك كونفيجريشن. تاني يا مستر، تاني وتالت ورابع وعاشر، عشان ده موضوع مهم للفيرست ترانزيشن سيريز. احنا يا مستر الحمد لله بقينا شاطرين وبنعرف نوزع. ماشي، ركز بقى معايا. المفروض ان انت الفيرست ترانزيشن سيريز دي هي بدايتها بعد عنصر الكالسيوم 20، لو حضرتك فاكر يعني كان المفروض الكالسيوم ده قبل السكنديوم على طول كان بيتوزع ارجون. بعد كده حضرتك بتملى 4s2 دفعه واحده اهو، يعني بترزع 2 الكترون في الاس. يبتدي بعدها بدايه السكسيسيف فيلنج في الدي. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي حضرتك رايح توزع عنصر السكنديوم 21، هتوزع ازاي؟ ارجون 18 4s2 3d1. ابتديت ان انت تحط 2 الكترون في الاس الاول، بعد كده واحد في الدي، ويتتابع الملء لحد ما هتوصل للعنصر اللي احنا لسه قايلينه اللي هو عباره عن زنك 30، ده ارجون 18 4s2، صح؟ سكسيسيف فيلنج بقى 1 2 3. وكان مستر اكسبشن، كان عندك اكسبشن الكبر والكروميوم
كان الكروميوم ده سريعا كده ارجون 18، قلنا طبقا لقاعده هوند 4s1 3d5، وكان عندك الكبر يا مستر المفروض ان هو ارجون 18 4s1 3d10. واتفقنا بقى ليه الاكسبشن طبقا لقاعده هوند عشان يبقى هاف فيلد او كومبليتلي فيلد، صح؟ طيب ده كلام احنا قايلينه، انا بس قلته تاني عشان هو موجود في الكتاب. تعالى بقى لما اجي اقول لك معلش كده تطبيقات على حته هوند دي، وركز معايا قوي في اللي انا هقوله. الحديد يا حبايب قلبي المفروض الحديد 26 ده لوحده ارجون 18 4s2 3d6، ده سهله. لو جيت قلت لك وزع الحديد 2 اللي هو الفرس والحديد 3 اللي هو الفرك، وقول لي مين الاكسيديشن نمبر الاثبت او المورست ستيبل، نختار ايه؟ ركز بقى معايا قوي. اولا عايزك تخلي بالك ان انت لما جيت تملى هنا انت مليت بعد النوبل جاز الاس دفعه واحده 2 الكترون، وبعد كده تتابع الملء في الدي 1 2 3 على حسب العنصر عنده كام الكترون، صح؟ يقوم لما تيجي تفقد انت ليه مليت هنا قبل هنا؟ لان ده الاقل في الطاقه ولا ابعد عن النيوكليوس، يقوم انت لما حضرتك تملى تفضي بنفس الطريقه. يعني انا لو حبيت افقد الكترونات افقد من هنا ولا من هنا الاول؟ لسه اللي هو بعيد اللي هو قليل في الطاقه. فيا مستر عشان توزع الحديد 2 هتفقد الكتروني الاس الاول دفعه واحده. ما حدش اجي اوزع اقول له ارجون 18 وزع لي ده يقول لي ارجون 18 4s2 3d4 حمار. لو انت عملت كده امال المفروض تبقى ايه؟ ارجون 18 4s0 او ما اكتبهاش عادي، ممكن ما اكتبهاش 3d كام؟ يقول لي طب انا عايز افقد اكتر من 2. اقول لك يا عم براحتك، مش انت خلصت بتوع الاس؟ افقد من الدي بالتتابع بنفس الطريقه. عايز حديد 3 هيبقى ارجون 18 اهو 4s0 3d. سؤال بقى طبقا لقاعده هوند تفتكر مين الحاله الموست ستيبل؟ الفرك اهو. دي يا مستر هتبقى الموست ستيبل والليس انرجي. ليه؟ قال لي لان دي هتبقى هاف فيلد انما دي مش هاف فيلد. ولذلك لو احنا عندنا مركب كيميائي الحاله بتاعت الحديد بوزيتيف 2، ركز بقى في الحته دي قوي. هو مش الحديد 2 لو فقد الكترون يتحول لحديد 3؟ يعني حصل عمليه اسمها عمليه الفقد دي اللي هي عمليه. والحديد 3 لو اكتسب الكترون يتحول لحديد 2 اللي هو الريدكشن. اجي اسالك واقول لك مين اللي سهل يحصل؟ ان الحديد 2 يتحول ل3 ولا ان 3 يرجع ل2؟ قبل ما تجاوب خليني اسالك سؤال بسيط. لو افترضنا ان في شخص ما الشخص ده عاش اول 20 سنه في حياته في قحط، مرمي في الشارع مش لاقي ياكل، غلبان على قده، ربنا كرمه ب 3 4 مليون جنيه، راح خد له شقه في مكان محترم ولا فيلا كده وقعد فيها. ده بالنسبه له مش حاجه حلوه قوي سهل انها تحصل نفسيا كده؟ ده سهل يتقبلها؟ ولا ان هو العكس يبقى طول عمره عايش في فيلا وقصر والدنيا تتكحرب بيه ويلاقي نفسه في الشارع مره واحده؟ مين الاسهل؟ ان انا ما بقاش ستيبل وابقى ستيبل، انما صعب قوي ابقى انا راجل ستيبل وعايش طول عمري ملك ومره واحده الاقي نفسي فين؟ اللي انا عايز اوصل له بقى سهل ان الانستيبل يبقى ستيبل. يعني انا لما اجي اسالك انهي سهل هنا الاكسيديشن ولا الريدكشن؟ المفروض سهل جدا ان الحديد 2 تحول ل3 لانه رايح الثبات والاستقرار، انما صعب ان الحديد 3 يتحول. انا قلت صعب مش مستحيل، يعني عادي ممكن يتحول، بس هل دي عمليه سهله ولا صعبه؟ صعبه. ليه صعبه؟ لان الحديد 3 سهله دي ما تبقاش بصماجي. مش بقول ان الاثنين دايما تتحول ل3، انا بقول فين؟ في الحديد. طب لو خدت مثال تاني، ليس انرجي دي يعني طاقته قليله فثباته عالي، اقصد بيها الحديد 3 لا هو لوحده طاقته قليله. طيب بص الحاله دي، ركز معايا. المنجنيز، تعرف توزع المنجنيز؟ اعرف قوي، ارجون 18 انت 4s2 ايه رايك ان المنجنيز كمان عنده بوزيتيف 2 وعنده بوزيتيف 3؟ والمفروض ركز معايا لو انت يا مستر عندنا المنجنيز هيتحول من 2 ل3 كده بفقد الكترون اسمها عمليه
فقد الالكترونات دايما اوكسيديشن. طب لو المنجنيز هيتحول من 3 ل 2 اسمها عمليه، صح؟ تعرف تقول لي مين الحاله اللي ستيبل ومين اللي سهل يحصل اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ قبل ما تقول اي حاجه تقول لي لازم اعمل ايه؟ اوزع. تعرف توزع يا مستر؟ اسهل من السهوله. هنفقد من هنا الاول ولا من الفور اس؟ يلا، يبقى المنجنيز 2 ده هيبقى ارجون 18 3 دي 5. ممكن اكتب الفور اس وممكن ما اكتبهاش. اما مستر المنجنيز 3 هيبقى ارجون 18 3 دي 4. مين الموست ستيبل؟ صح؟ دي الموست ستيبل والليس انرجي. يبقى سهل يحصل اوكسيديشن ولا سهل يحصل ريدكشن؟ ليه؟ لان انا رايح للثبات والاستقرار. المنجنيز 3 ده مش مستقر قوي، موجود بس مش مستقر قوي. انما لو خد الكترون هيتحول المنجنيز 2 ويبقى عالي جدا فين؟ في الاستقرار. انما هل المنجنيز 2 سهل يتحول ل3؟ هو ممكن يتحول، انما العمليه دي سهله ولا صعبه؟ دي اول حاجه بيجي يسال عليها في امتحانات ثانويه عامه على شابتر 1 الدرس الاولاني. دي حاجه مهمه قوي عندنا، مين سهل يتحول لمين؟ قبل بقى، ما هو انا مش هحفظ بقى، انا همسك العناصر وابتدي ان انا اوزع واشوف. بشكل عام لو الانرجي سب ليفل 0 الكترون او هاف فيلد او كومبليتلي فيل، ساعتها يبقى موست. صعبه دي بالله عليك. طيب مستر، هو هوند درس موضع من مواضع الثبات صح؟ يعني اللي انا بتكلم فيه ده موضع. في كام موضع للثبات والاستقرار؟ كتير جدا، فوق ال10 مواضع. علينا؟ لا ما تخافش. بس هل شرط عشان تبقى ستيبل ان دي يبقى 10 او 5 او 0؟ ده موضع اللي هو قاعده. طب انا ليه هشرح الحته دي بقى؟ اللي انا هقوله ده المفترض انه مش في كتاب المدرسه، بس هو موجود في المعاصر كنوت وبيجي عليه اسئله، فهنضطر نشرحه، فتركز معايا. لو انا جبت لك الكبر 29 ده المفروض ان هو ارجون 18، الكبر العادي 4s1 حلو، وقلت لك وزع لي الكبر 1 ووزع لي الكبر 2 اللي هو الكبرس والكبريك، وقول لي مين الموست ستيبل. يلا بينا بالراحه كده، موضوع بسيط ان شاء الله، بسيط يعني. لما اجي اوزع هنا الكبر 1 هفقد ايه الاول؟ الالكترون ده منين؟ كده كده لازم افقد من الاس قبل الدي في اي حاله. فيا مستر الراجل ده هيبقى ارجون 18 وبعدين 3 دي 10. هنا المفروض ارجون 18 3 دي. لو انت راجل مذاكر وفهمت اللي انا قلته هتقول لي مين اللي ستيبل؟ كبر 1. دي مش الحقيقه. الكبر 2 هو هنا المور ستيبل. يا دي النيله، انت بتقول الحاجه وعكسها عايز تلخبطنا يا عم. والله انا غصب عني، انا زيك. هو مستر ده ستيبل ليه؟ مش انت قلت هوند؟ ايوه، ما انا قلت، وانا بقول لك هوند قلت لك ده مش العامل الوحيد اللي بيتحكم في الثبات. يعني مش اي دي 10 تبقى ستيبل في منهجك. دول ستيبل اهو. طب هل دي ستيبل ليه بقى بالرغم انها مش 10؟ قال لي بسبب موضوع عندنا اسمه الهايدريشن انرجي. هفهمك يعني ايه، والله هفهمك كل حاجه وهتفهم. قبل ما افهمك، تعرف تجيب لي من خلال ما درست مركب واحد بس للكبر 1؟ دور كده في ذاكرتك، مش هتلاقي. كبر 2 اوكسايد، كبر 2 هيدروكسايد. كل ما تيجي تجيب مركب للكبر هتلاقيني بقول لك كبر 2 اوكسايد، كبر 2 هيدروكسايد، كبر 2 سلفيت، كبر 2 مش عارف ايه. الله، ده دليل على ايه؟ ما هو موجود في الطبيعه كبر 2 كتير اهو، صح؟ دليل على ايه؟ ان هو، انا باكد لك المعلومه بس. طب ليه بقى يا مستر؟ قال لي بص، دي مالهاش علاقه بهوند، ده سبب تاني ومش عليك في كتاب المدرسه. دي الميه سولفنت صح؟ المفروض انا لما باجي احط مركب في الميه اللي هو السوليود بيرتبط مع جزيئات الميه صح؟ عشان يعمل سوليوشن. قال لي الايون ده لما بيرتبط بيه جزيئات الميه المفروض الايون ده يفقد طاقه اسمها طاقه الاماهه، ان انت هتدوب في الميه اهو، هايدريشن انرجي. كل ما الطاقه اللي حضرتك بتطلعها دي تبقى عاليه، كل ما المركب بتاعك يبقى ثباته واستقراره عالي. ولذلك انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان ايون الكبر بوزيتيف 2 ده لما بيجي يدوب في الميه بيطلع طاقه اكبر منين؟ الطاقه دي اسمها ايه؟ ولذلك ثباته واستقراره اعلى منين؟ ده له علاقه بهم؟ لا، دي حاله استثنائيه كده مش هندرس ازاي. يعني الحته دي على الكبر بس. انما لما اجي اقول لك مين الاثبت بوجه عام في المنهج، هتقوم جاي موزع وتطبق قاعده ما عدا.
انا ليه شرح الحته دي بقى؟ لان انت هتقابلك في الاسئله، فهيجي يقول لك مين اللي ستيبل، فانت لو راجل مذاكر هتقول على هوند، ما انت ما خدتش غيرها. لا، اعرف بقى من الهيدريشن انرجي دي لمين؟ للكبر ده. وعلى فكره انا مش عايزك تفهم ايه الهيدريشن انرجي دي اصلا كمان، انا بقولها زياده. انا كل اللي عايزك تعرفه بالرغم ان ده 9 وده 10 الا ان مين المور ستيبل؟ بسبب حاجه تانية غير قاعده هوند. وفي مواضع تانية كتير لو قعدنا نتكلم عليها هلخبطك اصلا، بس الحمد لله هي مش موجوده في المنهج، لا هي ولا اسئلتها. ماشي يا شباب؟ ها صعبه؟ يعني لما اجي اقول لك دلوقتي FeCl2 يتحول بسهوله ل FeCl3 ولا FeCl3 يتحول بسهوله ل FeCl2؟ ما هو انا مش لازم اقول لك ان ده 2 ده 3 هتحسبها. واحد يقول لي ما هي يا مستر انت بتشتغلنا، ما هو الحديد هنا يعني المفروض 3 دي، والحديد هنا ما انت هتحسبها بقى، يعني المفروض 3 دي، يبقى سهله عمليه. صعبه دي فيها مشكله. طب حاجه تانية، لو فتحت صفحه 27 عندك، خلاص انا خلصت والله، عارف ان انت تعبت. صفحه 27 عندك تلاقي مثال محلول تحت كده جايب لك العكس. يعني ايه العكس يا حبايبي؟ بص معايا هنا كده، مش انا لو انا جبت لك العنصر ده تعرف تجيب الايون؟ تقول لي يا مستر هنقعد نفقد 2، هنفقد 1، نفقد اللي نفقده، الموضوع سهل صح؟ طيب بص معايا هنا دي، لو انا قلت ان دي اكس بوزيتيف 3، اكس ده انا ما اعرفش مين العنصر، وقمت جاي كاتبه لك ارجون 18 4s0 3d3 اهو، ده توزيع عنصر، انا عايز اعرف مين العنصر. تقول لي يا سلام، اقلب، مش انت كنت بتجيب العنصر وتفقد الكترونات؟ زود له بقى، ادي 18 عندك طريقتين، ادي 18 و3 21 وهو اصلا فاقد 3، يبقى العنصر ده عنصر الكروم. يا اما تقوم جاي ماليهم، يعني تقول لي ايه؟ طب انا هرجعه الاكس تاني، ادي الاكس هتبقى ارجون 18 4s2 3d4، يقوم واحد مذاكر كده يقول لي خلي بالك الاس هنا 1 دي هنا 5. الاسهل اعمله بالنسبه لي، انا شايف الاسهل اجمع. يعني ايه؟ يعني انا بجمع الالكترونات المتوزعه وازود عليها الشحنه. يعني مثلا هنا افرض انا ما قلتلكش ان ده الحديد بوزيتيف 3، تعرف منين؟ تقول لي ما هو يا مستر دي 18 و5، انت ما بتعرفش تجمع للدرجات دي يعني؟ 23 و3، مين بقى ال 26 اللي انا مذاكره؟ مش لازم اقول لك بقى ان ده الحديد، هيجي يقول لك هنا اكس، تعرف انت مين الاكس دي؟ حاجه وعكسها، وهنشتغل على الحته دي الحصه الجايه اكتر.